فخلينا نتكلم على أول نقطة كده عشان ما نطولش. فكرة الأفكار والمعتقدات بتاعتنا. أفكارنا ومعتقداتنا طبعا. إحنا وإحنا أطفال بنكون على فكرتنا، لا بنكون متبرمجين ولا عندنا معتقدات وجهات نظر ولا عندنا أي حاجة تشكل شيء معين في حياتنا. عايشين كده على الفطرة، لا في أحكام بقى على نفسنا ولا على شكلنا ولا على جسمنا، ولا إحنا بس صغيرين وبنستمتع، نضحك نعيط ناكل نشرب نعمل الحاجات اللي هي الفطريه البسيطه خالص دي، ولا بقى عارفين ان ده غالي ولا ده رخيص ولا ده جديد ولا ده حلو ولا ده وحش ولا اي حاجه. طب امتى بقى بنبدا آه، نشكل بقى اللي هو الاشياء دي كلها والاحكام والصح والغلط والحلو والوحش والكلام ده كله، ونخرج عن يعني طريق الحياد التام ده. احنا شايفين كل حاجه طبيعيه وشايفينها من منظور محايد تماما. البرمجه طبعا اللي احنا بنتربى عليها من بابا ماما، المدرسه بقى لما نكبر شويه، الصح الغلط الجيران القرايب، نبدأ إن إحنا نتشكل بوجهات نظر وب- بوجهات نظر وبآراء الناس اللي حوالينا. خلاص هي دلوقتي أنا عملت حاجة خلاص قالوا لي دي غلط، خلاص دخلت عندي على طول إن هي غلط برمجة. وإحنا في سن من أول ما بنتولد لحد سن 7 سنين بيبقى عندنا العقل اللاواعي ده عقل منفتح، عقل مكتمل. خلينا نقول مكتمل، ربنا خلقنا بهذا الجزء مكتمل. احنا طبعا بيبقى عندنا نوعين من العقل، عندنا العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل اللاواعي ده احنا بنتولد وهو مكتمل، شغال يعني جاهز ان هو يشتغل، خلاص بيستقبل اي حاجه بيبتدي انها تترسخ فيه وتتسجل فيه في العقل اللاواعي وفي جسمنا بقى عموما في الدي ان ايه بتاعنا، ان هو دوت ايه آه شيء راسخ بقى جوانا. هو دي بدايه البرمجه. طب عقلنا الواعي خلاص لا، ده ما بيبقاش شغال دلوقتي، بيكتمل امتى؟ بعد عمر ال7 سنين. فمن لحظه الولاده لحد 7 سنين اي حاجه بقى انا بختبرها في السن ده بتدخل دايركت على العقل اللاواعي بتاعي، اللي هو بيشكل منظومه بقى الافكار والمعتقدات والبرمجه بقى اللي انا هعيش بيها، وبشكل شخصيتي وبشكل كل حاجه. تمام. فالعقل الواعي ما بيبقاش مكتمل. العقل الواعي ده اللي هو بيحلل الاشياء، بيحلل الامور، بيحلل البيانات. ف بيبقى لسه مش مكتمل. فانا لسه في السن ده انا لا ادرك ان ده صح او ده غلط، لا انا ببقى ماشيه بالبرمجه. فجزء كبير جدا من شغل العقل اللاواعي بي- بيبقى بالبرمجه من التربيه. وبيبتدوا بقى اهلي والاب والام والناس اللي هم مسؤولين عن التربيه والمدرسه والاصدقاء الصغيرين والقرايب والناس دي، بيبتدوا ان هم يدوني وجهات نظرهم وافكارهم واللي اتربوا هم كمان عليه، اللي خدوه من اسلافهم واجدادهم وبيئتهم ومجتمعهم والكلام ده كله. وده عيب وده حرام وعشان كده غلط. طيب فبيبتدي يتشكل العقل اللاواعي بتاعي زي ما قلنا. طيب هو بيبقى مسؤول عن ايه؟ العقل اللاواعي مسؤول عن المشاعر، الغضب، الغرايز، ان انا مثلا ما بيعرفش الفرق بين اللي هو الصح وغير الصح. بيتبرمج بقى بالكلام الكتير التكرار. خلاص الام بتفضل تكرر نفس التنبيه كذا مره، خلاص الطفل بيتبرمج كده عيب كده عيب كده عيب. بالصور بالاشارات، تزعق مثلا، عارفه اللي هو الواحد يجيله شوك كده مره واحده فتروح المعتقد او الفكره او الشعور يدخل على طول دايركت على العقل اللاواعي. عشان كده بتتكون الصدمات وبتتكون الاشياء ديت واحنا صغيرين واحنا لا ندرك، بتبقى متخزنه بقى في عقلنا اللاواعي. يعني تبص تلاقي الام مثلا برقت في موقف معين، تيجي تقولي رايك ولا تعبري عن رايك قدام الناس مثلا قدام حد، هي من وجهه نظرها ان دي حاجه تكسفها ودي حاجه انت هتتكلمي في ايه عيب، مش عارفه تروح ما شكرا. اتبرمجتي ان انت لما تيجي تعبري عن رايك لا حد برق لك فتخافي، فتكبري بقى على هذا الوضع. تكبري ان انت تيجي تتكلمي تعبري عن رايك لا، خلاص في عايزه تتكلمي تلاقي صوتك اتحايش، عندك خوف، عندك جيتي مثلا رسمتي رسمه حلوه ورايحه لبابا ولا ماما ولا اي حد توريها لهم، قابلوكي مثلا بان هم مش فاضيين، استني دلوقتي اسكتي دلوقتي، فخدتيها من منظور ايه؟ محدش مهتم بيا. دخلت كده بالمعنى ده. هو ما حللش، هو خد الوضع زي ما هو كده، ما عادش قال اه ده ماما ممكن تكون مش فاضيه دلوقتي، اه بابا ده مشغول دلوقتي، لا. خلاص هي اترجمت ان في رفض، ان في عدم اهتمام، ان في وات ايفر بقى كان ايه، فبتبتدي تتسجل جوانا في العقل اللاواعي. بتترجم بقى ان انا عندي شعور رفض، ان انا عندي شعور مثلا مش عارفه اعبر عن ذاتي، فشل، وهكذا. اشياء كتير جدا. انما العقل الواعي خلاص بقى بعد 7 سنين بيبتدي بقى يحلل، يجادل،
يحسب، يفسر، يحكم، خلاص. فبقى بدأ ان هو يشتغل، بقى ليه يعني الوظائف اللي هو بتاعته بيبتدي ان هو يقوم بيها بقى، يقارن، مثلا يكرر اشياء، مثلا تبتدي الاطفال تفتكر اشياء او تنسى اشياء او كده. بدليل ان احنا الفتره بتاعت سنه وسنتين وثلاثه واربعه، الفتره اللي هي واحنا صغيرين قوي ما بنبقاش فاكرينها اصلا، لان العقل الواعي ساعتها بيبقى لسه مش موجود، مش مكتمل. اللاواعي هو اللي شغال، حاجه بتدخل جوه تترسخ وتت... وتبتدي انها تتبني بقى على اسس معينه جواه. فالعقل اللاواعي زي ما قلنا آه، بالتكرار، بيتبرمج بالصور، بيتبرمج بالمشاعر يعني الكثيفه، بيتبرمج مثلا ضحكتي موقف مثلا اتقال فيه كلام وحصل ضحك هستيري، حاجات غير مألوفة مثلا، حاجة خطر جدا اتعرضت لها، مثلا هتقعي من على حرف حاجة واتقال حاجة ساعتها، أو الموقف حصل ساعتها، خلاص بتدخل ما بتطلعش. حد مثلا زعق بطريقة معينة، تلاقي مثلا الأطفال اللي بيبقى عندهم خوف أو رهاب أو ما بيقدروش يتحملوا الصوت العالي، بتبقى بسبب حاجات كده يعني محفورة بقى في العقل اللاواعي في الفترة اللي هي الأولانية ديت أكتر. فالافكار والمعتقدات وجهات النظر والحاجات دي كلها والبرمجه اللي برمجناها دي بتيجي من حتتين، من الحته اللي احنا بتاعه سن الطفوله اللي هو لحد 7 سنين زي ما قلنا، وبتيجي كمان جزء وراثي. وراثي بيتنقل لنا في الدي ان ايه بتاعنا. يعني مثلا في اب مثلا او ام عندها غضب شديد، ده بيبقى متسجل في البيانات بتاعتها. لما بتجيب طفل ممكن يتنقل له مشاعر او افكار او معتقدات من نفس النوعيه بالوراثه. فتخيلوا بقى احنا عندنا حاجات قد ايه جايه لنا من اسلافنا واجدادنا ومن الاجيال اللي فاتت، مش بس الحاجات اللي اتبرمجنا عليها في السن الصغير، لا ده كمان جايه لنا بالوراثه. فجايه لنا بالوراثه، يعني دي حاجه خلاص بقى جايه لنا لا ارادي، لحد بقى ما نبدا نكبر ولحد ما نبدا نوعى. خلاص انا مثلا جالي معتقدات وافكار متوارثه بالفشل، خلاص ان انا واحده فشل، بفشل 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 بفشل. مش عيب على فكره، مش غلط، مش اي حاجه. الغلط والعيب واللي ما ينفعش ان انا ادرك ان مش بتاعي وان انا استمر في سلسله الفشل، لا. يبقى انا كده هنا لما افهم واوعى ان عقلي اللاواعي جزء منه من معتقداتي يعني ونظام افكاري ممكن يكون جاي لي بطريق غير مباشر من موروثات قديمه من اشياء انا ورثتها، او حتى من البرمجه اللي انا اتبرمجتها وانا صغيره، لان اهلي خلاص هي دي مرحله وعيهم، هو ده تفكيرهم، هو ده الحدود اللي اتربوا فيها واللي عرفوها، بناء بقى كمان على الوعي الجمعي والتقاليد والعادات والكلام ده. فخلاص فانا مسؤوليتي بقى هنا ان انا ادرك ان انا خلاص انا في وقت دلوقتي نقطه فارقه في حياتي، ان انا ابقى فاهمه ان الكلام ده كله انا بايدي ان انا اغيره، وانا بايدي ان انا اشكل معتقدات جديده، افكار جديده، وجهات نظر جديده، اشياء جديده، برمجه جديده اتبرمج عليها، غير الاشياء اللي فاتت دي اللي كانت لا حول له ولا اراديا. ممكن يبقى زي ما قلنا حاجه موروثه، او معظم البرمجه من وانا صغير على طريقه بقى تعامل اهلي معايا، وكانوا بيفكروا بايه وكانوا بيعملوا ايه وكانوا بيعاملوني ازاي والكلام ده كله. فقلنا لما أنا يعني اتورث شيء مثلا زي الفشل، زي الخوف، زي ان انا حتى مش عارفه اعبر عن رايي وات ايفر كان ايه، مش غلط انه يبقى عندي، بس الغلط ان انا ادرك ان انا اقدر اغيره واستمر فيه وافضل مكمله. فدي نقطه فارقه جدا ونقطه تحول، لو ادركناها هنعمل يعني شفت كتير جدا في في حياتنا وتحقيقنا لكل اهدافنا وكل الاشياء اللي احنا عايزين نتقدم فيها في الحياه. فطبعا هتقولي لي ازاي ان انا ابتدي ان انا ابرمج عقلي، او ان انا اغير الافكار والمعتقدات دي. لان على فكره اي انسان هو نتيجه الافكار اللي جواه، اي واقع احنا عايشينه هو نتيجه اللي احنا بنفكر فيه، نتيجه اللي بيدور في نظام معتقداتنا، نظام افكارنا وجهات نظرنا. هي الحاجات اللي بتخلق الواقع بتاعنا، هي دي اللي بتنعكس بقى في شكل الحياه اللي احنا عايشينها. اذا كنا عايشين يسر، اذا كنا عايشين في رزق، عايشين في علاقات جميله، عايشين وات ايفر يعني كان في ايه، حتى في علاقتنا بقول لكم بربنا، يعني هو بتيجي من نظام معتقداتنا وافكارنا. يعني مثلا في حته العلاقه بربنا، الطفل وهو صغير بيبقى شايف ان الاله في السماء هو زي ابوه على الارض. فابوه لو بيعاقب وبيشتم وبيزعق وبيخوف وبيهدد وبيعمل الحاجات دي كلها، الطفل بيبقى نظرته للاله زي اللي هو بيتعامل بيه من ابوه. بيتربى ان الاله بيعاقب، والاله واقف لنا بقى يعني على بس انت اغلط بس وانا هوريك
ففي ناس كتير بتبقى عندها خوف حتى ان هي تقرب من ربنا، عايشه حياتها كلها بتصلي عشان خايفه، بتقول الصدق عشان خايفه، بتعمل مش عارفه عشان خايفه، مش من منطلق حب، مش منطلق آه، يعني تواصل حقيقي مع الاله. يعني احنا يبقى عندنا تواصل حقيقي وعندنا حب تجاه ربنا، وان احنا نتعامل مع ربنا بمفهوم تاني خالص وبنظره تانية خالص، ان هو ودود رحيم قريب مجيب. اللي هي الصفات اللي فيها رحمه وفيها حب وفيها ود. لا بنبقى اكتر، في ناس اكتر نظرتها للاله بيبقى عقاب، تعذيب، الاشياء بقى اللي هي الايه، اللي هي على الناحيه التانيه. طيب يبقى اول حاجه ان احنا ندرك ان وجود المعتقدات اللي في عقلنا الواعي دي، احنا عندنا الخيار، خلينا نقول ان احنا نغير، وان احنا نقدر ان احنا نغير. مجرد بس ما احنا هنفهم او هندرك او هنعي على النقطه ديت، خلاص كده احنا قطعنا نص المشوار. هنبتدي ان احنا نشوف واقعنا بقى، ايه اللي احنا مش عاجبنا في واقعنا، زي مثلا الحاله الماديه، زي مثلا العلاقات، علاقتي مثلا باولادي، علاقتي بزوجي، علاقتي في الشغل، إيه عندي مشكله وات ايفر كان في ايه. ابدا بقى اشوف، اسال ايه المعتقد اللي عندي اللي بيشكل حاجه زي اللي بيشكل الواقع ده، ايه اللي انا اقدر اغيره، ايه المعتقد اللي عندي اللي ممكن يكون هو السبب ويكون مخفي عني وانا مش عارفاه. بس يعني مجرد ما هتسالي، اسالي ربنا، اسالي عقلك اللاواعي، اقعدي قعده استرخاء كده واسمحي لعقلك اللاواعي ان هو يطلع لك الاجابه، وابتدي اسالي ايه الشيء المخفي، ايه المعتقد المخفي اللي عندي، ايه وجهه النظر اللي عندي، ايه الفكره اللي عندي اللي سببت هذا الواقع. سواء جات لك اجابه او ما جاتلكيش اجابه، انت خلي عندك وعي ان سبب هذا الواقع هي فكره او معتقد. فانت بوعيك وبنيتك، ايا كان هو السبب ايه او المعتقد او الفكره ايه، انا بوعي مني انسف وادمر هذه الفكره او هذا المعتقد السبب او نظام الانظمه الفكريه اللي عندي اللي شكلت الواقع، اتراجع عنها، اتخلى عنها، اتحرر منها بوعي. بوعي. وعلى فكره احيانا في جلسات الاسترخاء كده، احنا لو قعدنا وسالنا الاسئله دي يعني سمحنا لنفسنا عقلنا اللاواعي ان هو يطلع لنا الاجابه، هيطلعها لنا بصوره بقى ايه، ذكرى معينه تجي لك ان انت وانت صغيره حصل كذا كذا، موقف معين. مجرد ما بتفتكري الموقف خلاص وبتبقي وعيك بيجي عليه وتدركيه وبتعرفي ان هو ده السبب، خلاص بقت بتتحرري منه. انت حطي نيه ان انت تتحرري منه، خلاص تتحرر من هذه الفكره، اترك هذه الفكره، اتخلى عنها. او ممكن تيجي لك مثلا صوره من مشهد معين حصل، اشاره لحاجه، بعد شويه مثلا ممكن تفتكري حدببت حاجه زي كده، ربوكي مثلا من زمان ان خلينا نقول مثلا اي مثال زي البنت مثلا لو عدت ال 30 هيبقى اسمها عانس مثلا. فخلاص انت عندك الفكره دي، انت مثلا عندك 27 سنه 28، ده انا قربت على 30، ده انا هبقى عانس، وتقعدي تقولي انا ما بيجيليش ناس ليه وما بيجيليش عرسان ليه، عشان انت نظام معتقداتك اترسخ فيه حاجات مش مظبوطه جايه لك بطريق زي ما قلنا اللي انت اتربيتي فيه والوعي بتاع اهلك اتنقل لك بلا حول، لا حول لنا ولا قوه. احنا خلاص انشأنا، ربنا انشأنا او اراد ان احنا نكون موجودين في البلد دي مع الاسره دي، مع الاب والام دول، مع الاخوه دول، خلاص هو ده اللي انا ربنا اراد ان انا تجربتي تبقى في هذا الشكل وفي هذا المنظر. دوري بقى لما اكبر يبقى عندي نقطه وعي اول ان انا اقدر اغير كل الاشياء اللي هم بداوا ان هم يزرعوها فيا. فبمجرد ان انا ما اركز بقى المشكله اللي عندي ايه في حياتي، وابدا اسال ايه هي الفكره او المعتقد او وجهه النظر اللي انا اكتسبتها في وقت ما في زمن ما ممكن تكون جايه لي من اجدادي اصلا مش بتاعتي اساسا، ايه هي وايه واقدر اغيرها ازاي. يعني نسال سؤال تاني، نقول ايه المطلوب مني ان انا اغير كل ده، ونسال اسئله مفتوحه يا جماعه زي ما اتكلمنا في اللي حضر معانا المحاضره بتاعت كوت وتاثير السؤال. وباختيار واعي مننا ان انا اقول انسف وادمر كل هذا، خلاص كل ده مش بتاعي. لمن هذا اصلا؟ لمن هذا المعتقد اللي عندي والفكره اللي عندي اتشكلت بناء على ايه، مين ادهاني، انا اشتريتها منين، انا صدقتها ليه، ابدا اشكك في الفكره. طب هل انا الوحيده اللي في العالم كله اللي مش هعرف مثلا اشتغل في الوظيفه الفلانيه؟ انا الوحيده اللي في العالم كله اللي مش هيجي لي مثلا زوج او كده بالمواصفات الفلانيه؟ لا، ليه؟ شككي في الفكره. طول ما الفكره في دماغنا، طول ما احنا مقتنعين بيها، دايما بنشد كده عباره عن ايه، هقول لكم ايه، ادله، ادله وبراهين على ان الفكره صح. فانت مجرد ما هتشككي فيها، يعني مفيش واحده في العالم جالها مثلا سفريه بطريقه ما تخيلتهاش، لا، في الاحتمال موجود والاحتمالات لا محدوده، مثلا ان انا اسافر، انا اللي مقفله على نفسي، انا اللي عندي فكره معينه بتوعيقني من ده. سواء بقى انا عارفه الفكره او مش عارفه الفكره، نحط نيه
ان ايا كانت الفكره ايه او المعتقد ايه او وجهه النظر ايه، انا اسمح لنفسي الان ان انا اتراجع عنها، ان انا اتحرر منها، ان انا انسفها، ادمرها، اشفرها، الغيها، انكرها، وارجعي اللي انا مش عايزاه. سواء وعيتي على الفكره او المعتقد دوت او ما وعيتيش، حطي النيه بس ان اي شيء يعوق مثلا الهدف الفلاني، ان انا اعمل كذا من افكار، من معتقدات، من وجهات نظر، من برمجه، من ذكريات، من اشياء اتزرعت فيا، انا اتخلى عنها الان. فدي نقطه تحول رهيبه، رهيبه في حياتنا. ومع التكرار، مع التكرار، مع التكرار، العقل الواعي، اللاواعي قصدي، بيبدا ينضف، بيبتدي ان هو يتفلتر بقى من الاشياء دي، واحده واحده، واحده واحده. ما نستعجلش النتائج. تاني حاجه، كل حاجه تاخد وقت. شوف احنا اتربينا بقالنا سنين على ايه، وعايزين نغير. التغيير مش هيحصل في يوم وليله، هياخد وقته برضه. بس يعني ايه، من رحمه ربنا بينا ان دايما التحسن والاصلاح ما بياخدش وقت زي الفتره بقى اللي ابتدى ان هو كل الكلام دوت يتزرع جوه. طب يعني اللي انا افسدته في سنين مثلا، اقدر اصلحه في شهور، في اسابيع، في ايام، في وقت، في سنه، في سنتين، المهم في وقت اقل. دي رحمه من رحمه الله عز وجل بينا يعني. فالنقطه دي مهمه جدا. فقلنا تاني، نقول تاني، ان انا سواء عرفت المعتقد ووصلت له او ما وصلتلوش، بحط نيه. النيه هنا مهمه جدا، ان انا بعمل الحاجه باحسان، ان انا بحسن العمل بتاعي، بحسن ادائي، بحسن من نفسي، بتزكى، بتطور. انا بغير كل ده يا رب عشان انا اتزكى، عشان انا اتغير، عشان انا يعني خلي بالنا ان احنا المعتقدات والافكار دي اللي بتبقى متبرمجين عليها، دي مش من باب الله يعني الواسع، لا، احنا كده في المحدوديه. لان انا عندي معتقد معين ان الحاجه الفلانيه بتحصل بالطريقه الفلانيه، او الناس غير بكذا، ده معتقد عندي. فمجرد ان انا اتحرر منه، انا بتجه الى عالم لا محدود وعالم بس يعني بطبق او اسمها ايه آه، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اقول لفظ كده، اللي هو انا آه، بعمل زي تطبيق لاسماء الله الحسنى. يعني عايزه ان انا افعل، ايوه افعل اسم الله الواسع. فانا بتحرر من المعتقدات اللي حطاني في بوكس، افكار ومعتقدات معينه حطاني في بوكس. لا، انا مش عايزه ابقى في الضيق، انا عايزه ابقى في اسم الله الواسع. ايه هي الاحتمالات اللامحدوده التانيه ان انا اقدر احصل على الشيء ده؟ فابتدي ان انا لما اركز كده الاقي ده انا عندي معتقد ان انا مش هعرف احصل عليه غير بالطريقه الفلانيه. فلما ابدا احرر بنيه التزكيه، بنيه ان انا بوسع، بنيه ان انا بزداد ايمان ان في طرق ومعجزات وارادات الهيه اخرى تجاهل، يعني حطوا نوايا تانيه، ان الاشياء دي تقربا لله وزياده امان وايمان بالله اقصد، وان احنا بنتزكى، وان احنا بنحسن من نفسنا وبنصلح من ذاتنا. فطبعا النيه بتفرق جدا، بتفرق جدا. ان انا بعمل الحاجه عشان اتزكى، عشان امشي في طريق التغيير، بوسع على نفسي، بوسع العالم بتاعي، بغير نظام انا كنت متربيه عليه حاططني في المحدوديه. لا، انا هطلع في اللامحدود. لان في اشياء ومعجزات الهيه احنا مانعين نفسنا عنها او منها بسبب برضو معتقداتنا وافكارنا. وهي اشياء يعني احنا ممكن نسميها معجزات لان احنا شايفين تحقيقها صعب، في حين ان هي ممكن وموجوده حوالينا، بس احنا لا نبصرها. ليه؟ بسبب فكره معينه في دماغنا، بسبب معتقد معين في دماغنا، بسبب ان هم ربونا ان كذا وما ينفعش كذا بدون كذا. فخلينا نحط نوايا ان احنا بنتذكر، بنتطهر، بنتقرب الى الله، بنحسن الى ذواتنا، بنصلح من ذواتنا. والله عز وجل ان شاء الله يعيننا زي ما قلت بالايه بالاستمراريه ان شاء الله. طيب، دي كانت اول نقطه تحول، لو ادركناها الدنيا هتحصل، هتتغير خالص.